السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في مطبخ حنان الحناني. كنتمنى من الله هذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم مسمنات على شكل من بسطيلة كيجيو روعة ما شاء الله، بحشوة اللي هي لذيذة سهلين في التحضير دغيا تيوجدوا. أهم من هذا أنهم تيجيو غزالين مقرمشين ولذاذ، فكيستحقوا التجربة بالفعل. فخليكم معي اخواني اخواتي باش تعرفوا على المكونات وطريقة ديال التحضير وفرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. هنا في قصعة غادي نغربل 2 كيسان ديال الفينو، من بعد غادي نغربل 5 الكيسان ديال الدقيق الابيض. بالغرام عندي 200 غرام ديال الفينو و450 غرام ديال الدقيق الابيض، فالكل كنغربلو. من بعد غادي نضيف واحد الساشي ديال الخميره ديال الحلويات، وهنا غادي نضيف الملح، كيبقى الملح على حسب الذوق. انا ضفت تقريبا ملعقه صغيره، وهنا معلقه كبيره ديال العسل، ممكن تعوضوها بسكر سنيده. وهنا غادي نضيف معلقه ديال الخل. بالنسبه لهذا الخل هذا كيعطي ديك القرمشه، العجين كيجي رائع جدا بحال محضرينهم بالورقه ديال البسطيله. فكيف ما كتلاحظوا معايا اخواني اخواتي، دابا بديت كنضيف الماء بالتدريج. بالنسبه للماء بارد يعني بلا ما تسخنوه. كنحاولوا ما امكن اننا نضيفوا الماء بالتدريج وحنا كنجمعوا العجين. فحاولوا ما امكن انكم تطلعوا العجين ديالكم شويه خفيف في الاول، حيت راكم عارفين الفينو كيشرب، يعني يكون العجين خفيف بهذا الشكل هذا، ماشي خفيف بزاف وانما كيلتصق في اليد في الاول. من بعد ملي غادي ندلكو غادي يتشرب داك الماء الزايد كامل، وغادي يرجع العجين مطاطي بهذا الشكل هذا. حاولوا تدلكوه قدر المستطاع. كل ما دلكتوا العجين ديالكم غتحصلوا على مسمنات اللي تيكونوا مورقين وتيطلقوا معكم بكل سهوله. فهنا من بعد ما دلكت العجين غادي نوضعوه في هذا البلاستيك هذا وغادي نخليه جانبا. وفي هذا الاثناء غادي ندوز باش نحضر الحشوه. هنا في مقله غادي نضيف قليل من زيت الزيتون. غادي نضيف 2 بصلات اللي مفرومين بشكل رقيق، انا دوزتهم في الهشوار باش حصلت عليهم هكذا مفرومين بشكل رقيق تماما. صافي غادي نبدا نحرك في هذه البصيله هذه حتى كتنزل. ومن بعد غادي نزيد هنا الفلفله اللي مقطعه بشكل رقيق حتى هي. ممكن تضيفوا فلفله الوان، صراحه كتجي حشوه رائعه. وهنا عندي 2 حبات ديال الجزر اللي حكيتهم بهذا الشكل هذا. فبالنسبه للخضر ممكن تضيفوا اي خضر كتفضلوها، ممكن تضيفوا قرعه كورجيت اللي تحكوها حتى هي كتجي رائعه. وهنا عندي 250 غرام ديال اللحم المفروم، غادي نحاول نفتتو بهذا الشكل هذا باش يرجعوا طريفات رقاقين. او لا ممكن ديروا لا داند ولا ديروا الطون مع هاد الحشوه هادي، نتوما ديروا سميتو داكشي على حسب الرغبه. فكنبقى نحرك في هاد الخضر مع هاد اللحم المفروم حتى كينزلوا شي شويه وكيدخلهم الطياب. وهنا غادي نضيف الربيع. انا كان عندي في المجمد، فراه كيف ما كتلاحظوا معايا من الافضل الا كان طري كيعطي مذاق اللي هو رائع. هنا ضفت الملح مع الابزار، شويه ديال الكركم، شويه ديال الاسكنجبير. وهنا عندي فلفل احمر حلو اي تحميره او البابريكا. فغادي نخلط الكل جيدا. وهنا لو بغيتو تزيدوا شي اضافات زيدوهم، يعني بحال الصوجه، بحال التوابل ديال الكفته، او لا المهم التوابل على حسب الرغبه. فصافي اكتفيت انا بهاد التوابل هادو. من بعد غادي نزيد الزيتون اللي مقطع بشكل دائري. من بعد ما طابت الحشوه ونشفات من الماء تماما، عاد كنزيدو هنا الزيتون هو في اخر مرحله. فصافي كنخلطو مع الحشوه جيدا، ومن بعد كنطفي على الحشوه. هنا عندي قطعه ديال شعريه الارز، صراحه كتجي رائعه في هذه الحشوه هذه. ضفت ليها مغليان وغادي نغطي عليها ونخليها ترطب واحد المده ديال 5 دقائق. ومن بعد كنصفيها من هذا الماء هذا وغادي ندوز باش نقطعها بشكل رقيق. فبالنسبه للكميه ديال هاد الشعريه اللي بغيتو تضاعفوها كيبقى لكم الاختيار. هنا من بعد كنقطعها بهذا الشكل هذا وكنزيدها على الحشوه. كتجي حشوه رائعه، كتجي لذيذه بزاف، صدقوني كتجي غزاله غزاله. صافي هنا من بعد ما مزجت هاد الشعريه هذه ديال الارز مع الحشوه كنحصلوا عليها بهذا الشكل هذا. فغادي نخليها جانبا تبرد، وغادي ندوز باش نحضر رغيفات.
يعني ضروري ما تكون الحشوه بارده باش ما تقطعش لكم العجين. هنا بالنسبه المكونات اللي غادي نورق بهم العجين، عندي الزبده المذابه وعندي زيت المائده وعندي الفينو. هنا العجين من بعد ما كيتطلق يعني كيرجع مطاطي بهذا الشكل هذا، لاحظوا معايا. يعني ملي كنديروه بلاستيكه راه كيزيد بحال كيتسدلك، كيزيد يطلق راسو مزيان مزيان. فصافي خرجت منه داك الهواء اللي تيكون فيه، ودابا تنقطعو بهذا الشكل هذا. صافي من بعد ما قطعته غادي ندوز باش نشكلهم كويرات، وضروري ما يكونوا متساويين في الحجم. كنحاولوا ما امكن اننا يعني نقادوهم بهذا الشكل هذا. اللي كبيره كنحاولوا نقصوا منها باش كنحصلوا على كويرات اللي هما متساويين بهذا الشكل هذا. فصافي هنا درتهم في هذا الصحن هذا، غادي نغطيهم بلاستيك وغادي نخليهم مده ديال 5 دقائق حتى 10 دقائق، المهم حتى كيطلقوا باش ما كيعذبوناش وكيطلقوا معنا بكل سهوله. فهنا رشيت زيت المائده فوق سطح العمل، ودابا غادي نورق هاد الكره الاولى اللي انا شكلتها، كتكون طلقات اكثر. كنبداو باول كره شكلناها، كنطلقوا العجين حتى كيبقى يبان سطح العمل. لاحظوا معايا العجين راه ما كيتقطع ما والو، حيت مدلوك مزيان. من بعد درت الزبده، رشيت الفينو، وكنطوي العجين ديالي بهذا الشكل هذا. الطريقه راها سهله جدا. من بعد كنعاود ندير الزبده والفينو وكنطوي العجين على شكل مربع بهذا الشكل هذا، يعني رغيفه. الطريقه راها سهله وموضحه. كنتمنى يكون الشرح ديالي مفهوم. فغادي نطلق الثانيه. من بعد ما طلقت الاولى وحطيتها، دابا غادي نطلق الثانيه بنفس الطريقه. لاحظوا معايا العجين راه كيتطلق بسرعه، والعجين راه ناجح ناجح 100%. من بعد ما كنطلقوا العجين حتى كيبقى يبان سطح العمل، كندهن الوجه ديال العجين بالزبده وكنرش الفينو اولا كندردر الفينو. من بعد كنوضع ديك الاولى في قلب هاد الثانيه هادي، وكنطوي عليها بنفس الطريقه اللي طويت الاولى. تنديروا وحده في قلب وحده هكذا باش كنحصلوا على عده طبقات ديال هكا. العجين كيجي مورق. لاحظوا معايا العجين كله منبل ما شاء الله. فانا متاكده الا جربتوا نفس الطريقه ديالي فغتحصلوا على هاد المسيمنات هادو يجيوكم مورقين ومقرمشين. فبنفس الطريقه تنحضروا هاد الثانيه هادي. كنحضروا الرغيفه الاولى كنوضعوها جانبا، من بعد كنطلق الثانيه بنفس الطريقه. ضروري كنستعنوا بالزبده والفينو، وكنوضع الاولى في قلب الثانيه وكنطوي عليها. كنديروا الزبده والفينو باش كيجيونا مورقين. هنا من بعد ما كملتهم فغطيتهم بلاستيكه، وغادي نخليهم يرتاحوا كذلك واحد شويه باش ملي نطلقوهم كيطلقوا معنا بكل سهوله. هنا رشيت القليل من الدقيق هكذا باش ما كيبقاوش يزلقوا لينا، وكنطلقهم بالمدلك غير بالمهل، يعني ما كتضغطوش بزاف هكذا باش يبقاو الوريقات مفروقين بعضياتهم. لاحظوا معايا العجين كله منبل. هنا كنحاول ما امكن انني نقطع الجوانب بهاد القطعه هادي، ولا تقطعوه بسكين. المهم تقادوه مع الجناب باش تحصلوا على واحد المربع اللي تيكون مقاد. حتى هاد الجوانب هادو راه ما كيضيعوش حتى هما. كنجمعهم بهذا الشكل وكنشكلهم على شكل مسيمنه. كنجمع دوك القطع كاملين كنزيدهم على هذه، بالتالي كنحصل على واحد المسيمنه اللي هي كبيبره شويه. هنا من بعد ما يعني قديتهم مع الجوانب، قطعت هذا المربع الى 4 ديال القطع، يعني 4 المربعات اللي صغار. هنا خديت واحد السيركل اولا داك الاطار اللي كنحضروا به الحريشات، وضعته في واحد الطبسيل صغير، ودرت فوقه قطعه من العجين. وهنا ضفت الحشوه مع القليل من الجبن، وهنا غادي نزيد الحشوه من الفوق. بالنسبه للجبن كيبقى اختياري، بغيتو تضيفوا الموتزاريلا، بغيتو تضيفوا فرماج حمر، المهم كيبقى لكم الاختيار. اولا قطعه ديال الجبن هذاك الشرائح، يعني فرماج شرائح، المهم كيبقى لكم الاختيار. من بعد كنسد العجين بهذا الشكل هذا، وكنضغط عليه بيدي باش ياخذ شكل دائري، ولا المسيمنه تاخذ شكل دائري على شكل بسيطله. صافي من بعد كنحيد الاطار وتنقلبها على يدي بهذا الشكل هذا. فكندير ديك الجهه اللي كنسدوها هي اللي كنوضعوها من الاسفل، يعني من التحت. بنفس الطريقه غادي نحضر الثانيه.
ضروري كنستعنوا بهذا السيركل هذا باش كيعطينا شكل دائري مقاد، او لا ديروا شي مغطى مثلا ديال شي قرعه ولا. المهم ديبانيو باش ما كان، هي المهم باش تحصلوا على مسيمنات بشكل دائري. فلاحظوا معايا الطريقه، وضعت الحشوه، وضعت كميه من الجبن، وزدت الحشوه من الفوق، ودابا كنسد عليها بهذه الطريقه هذه. وهاد الفتيحات كيبقاو مفتوحين كنضغط عليهم اولا تنقرص العجين، من بعد كنضغط على العجين بيدي هكذا باش كياخد الشكل ديال هاد الاطار هذا. من بعد غادي نحيد هاد السيركل ونقلبها، كنحصلوا على مسيمنه بهذا الشكل كتجي رائعه من داك الشيء الرفيع. فكنحاول ما امكن انني نستفهم الصفيحه بهذا الشكل. من بعد خديت شويه ديال الزبده المذابه، ضفت ليها القليل من التحميره اولا فلفل احمر حلو، مزجتها مزيان، ودابا كندهن بها المسيمنات. صراحه هاد الزبده مع التحميره كيعطيو واحد اللون اللي هو رائع. ممكن لما بغيتوش ديروها ديروا البيض، يعني ديروا اصفر بيضه ضربوه مزيان مع شويه ديال الحليب ولا مع شويه ديال الخل، ودهنوا بها هاد المسيمنات، راه كيجيو روعه. مهم الدهن تيبقى من اختياركم، والتزيين تيبقى من اختياركم بطبيعه الحال. بغيتو ديروا عليهم شي حاجه بافو ولا رقائق اللوز كيبقى لكم الاختيار. وهنا من بعد ما دهنتهم دخلتهم الفرن بطبيعه الحال، شعلت من الفوق ومن التحت على نار اللي كتكون متوسطه حتى كيتحمروا، وكنخرجوهم. فهنا راه مازال سخانين، غادي نقسم معكم وحيده باش تشوفوا الشكل ديالهم من الداخل. فكيجيو روعه ما شاء الله، كيجيو مقرمشين وكاننا محضرينهم بالورقه ديال بسطيله. كيجيو ما شاء الله، كيجيو لذاذ، والقرمشه يا سلام. انا متاكده الا جربتوهم غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. فراه ساهلين دغيا تيوجدوا يعني، وكيطلعوا اقتصاديين بعجين المسمن فقط. حضروا بسيطلات اللي تيكونوا روعه. لاحظوا معايا القرمشه يا سلام، كيجيو مرقين ما شاء الله، تيجيو غزالين غزالين. فحتى تجربوهم غتعرفوني علاش كنهضر، كيجيو غزالين شكلا ومذاقا. فكنتمنى يلقاو استحسانكم، كنتمنى يعجبوكم. الا عجبوكم اخواني اخواتي حاولوا تقاسموهم مع الاحباب والاصدقاء باش تعمل فائده. وما تنسونيش من لايك وكومنتير فضلا وليس امرا. وحتى لهنا غادي نودعكم، نقول لكم السلام عليكم، الى فيديو قادم مع وصفه جديده ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.